السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعم السلام في أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم آمين يا رب آمين. العالمين. ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني. طبعا احنا بقالنا كام يوم ما عملناش فيديوهات، يومين، وقبلها ما آه. كنتش بصور، كان حسن هو اللي بيصور معاكم. فطبعا أنا إيه مش عارفة، مش عايزة أطلع أتكلم على يعني أنا شايفة النقّة، الحالة النفسية بتاعتها مش مضبوطة كده، حاسة إن هي مكسورة، حاسة إن هي مش طبيعية بصراحة ربنا. فإحنا فعلًا يعني شُفت الكوثر فيديو، وهي بتتكلم عليها، فبتقول لأم حور إيه، بتقول لها: "أنا شايفة واحدة مكسورة، هاطلع أعمل فيها أكتر من اللي هي فيه، فأنا مش هينفع إن أنا أتكلم مع واحدة دي إنسانية." يعني أم مدام مدام كوثر، كوثر إنسانية. دي حاجة إنسانية فيكِ وحاجة تُحترم جدًا، إن أنتِ ما بتبصيش إن أنتِ عايزة مشاهدات وخلاص وتطلعي عليها وتهيني وتغلطي وكده، لأ، أنتِ بصيتِ إن هي فعلًا أنا نفسي حاسة الإحساس في بتاعِك. نفس الوقت الضرب في الميت حرام. والله العظيم أنا حاسة يعني الإحساس إن هي مكسورة، إن هي عندها في حاجة جواها بتاع. فإحنا ما نقدرش يعني لمّا يكون بني آدم، إحنا نفسنا بني آدمين، لمّا بنكون فينا حاجة ما نحبش حد يضغط علينا أكتر وأكتر. فإحنا يعني الرسالة اللي إحنا نبعتها إن إحنا مش عايزين نضغط على إنسانة أنا حاسة إن هي مكسورة بصراحة ربنا، فمش عايزة أدوس عليها أكتر وأكتر. طبعًا هييجي يقول ناس يقولوا لي: "إيه القلب الطيب ده؟" لأ، حقيقي أنا ما أقدرش، أنا طبيعتي كده، أنا طبيعتي كده. فأنا باتفرج طبعًا أنا عندي شغل، ما باركّزش دلوقتي في كل الفيديوهات، أو إن أنا مثلًا متابعة إيه اللي بيحصل. باشوف مقتطفات كده من كل فيديو شوية، أو مثلًا ييجي قدّامي فيديو أتفرّج عليه، مرّة الفراولة، مرّة لهناء، مرّة لمثلًا أم حور، كوثر، يعني كده. بس ممكن إيه، يعني ممكن من العناوين أو من مثلًا خوخ أو كده يعني. فممكن من العناوين أو مثلًا من حِتَت من الفيديوهات اللي باشوفها باعرف إيه اللي على المنصة بيحصل يعني وكده. فأنا شايفة إن هي حرب مش عايزة تنتهي. الكل باصص إن إحنا شوية شراشيح وشوية ملحدين، وإحنا عدوين لهناء و ومغتربة، إحنا كلنا مغتربة. إحنا فكرنا كلنا غلط، ده فكر غلط كله. اللي إحنا بنعمله ده إحنا كله مش أعداء. ما هي إلا بُص مشاهدات ومصالح يعني وفلوس، من إحنا الآخر. إحنا مش أعداء، ولا لأ، المؤيد ولا يا المعارض حبيبي والله، أعداء. والله العظيم ده كله تمثيليات. كل واحد بيتكلم من جواه، عارف إن هو اللي بيعمله علشان ولا حب ولا كره لا، ولا عشان فلوس. عداوة، علشان مشاهدات، وفي الأول وفي الآخر ييجي لنا منها فلوس. رزقة. رزقة. هو كله بيقول لك إحنا هنكدب على بعض، إحنا فاتحين القنوات علشان إيه؟ نسترزق. علشان نسترزق. فأنا طبعًا بصراحة ربنا، أنا برضه مش هاكدب عليكم، يعني ما فيش حد بيقول مثلًا لو جاله مثلًا فلوس رزق هيقول هيقول لأ، لأ. صح والّا لأ؟ كل الناس دلوقتي محتاجة، مش هنضحك على بعضنا. فأنا طبعًا أكتر من كده، أكتر من الفلوس بقى، الناس اللي أنا باحبهم، الناس اللي بيعلّقوا لي تعليقات أصلًا، يعني باحس إن الكلام ده طالع من قلبهم وبيحبونا بحق وحقيقي، ودي بقت حاجة مش موجودة في الحياة دلوقتي. فأنا لمّا باغيب شوية وبارجع بابقى في دماغي متابعيني، أقسم بالله يا جماعة، والله العظيم بيبقى في دماغي متابعيني، والناس اللي بتقول لي كلمة طيبة، كلمة بتطبطب على قلوبنا كده. أيوه. فأنا طبعًا الرسالة بقى اللي إحنا كنا طالعين نقولها للنُقّة، إحنا ما إحناش عدوين لا، وقُلنا هاقولها من أنا مرّة. هاقولها أنا. عايزين نتكلم على حاجة، استنى هاقولها وبعدين تكمّل. أيوه، ماشي. بُصّي يا مدام نُقّة، إحنا هنقول لِك على حاجة. أولًا أنتِ لمّا اتجوزتِ رضا ما هياش واتطلّقتِ، ما هياش بقى خلاص آخرة الإيه، نهاية الحياة، الدنيا. مش نهاية الدنيا، مش خلاص الدنيا انتهت. إحنا كُلّنا بنمُر بظروف صعبة جدًا، جدًا، وبنفقد ناس عزيزة علينا جدًا، جدًا، ورغم كده الحياة بتستمر. أنا واحدة من الناس فقدت 3 من ولادي، 3 أولاد مش 1 بس، ماشي، وعايشة، عايشة جوايا اللي جوايا. بس أمّا باطلع للناس باتكلم وباضحك، وممكن نقعد ننكت، وممكن نقعد نهزر وكل ده، بس اللي جوايا جوايا، الناس ما بنمارس لهاش الحياة ذنب. طبيعية. كلنا وشربنا
وبنخرج وبنسافر وبنروح ونيجي، وأنا فقدت حتة أو حسن فقد حتة منه وأنا فقدت حتة مني، ورغم كده الحياة مستمرة. بالنسبة لهناء بقى يا جماعة، هناء لما هي اتطلقت من رضا هي بتحبه، محدش هيقدر لحد دلوقتي هي بتحبه، حتى لو هي بتظهر غير كده فهي ايه بتحبه. حقيقي ولا لا؟ انت اه حاسس بدي ولا لا؟ طبعا، ما هو المفروض ما اتكلمش عنه. لما حصل نصيب وما حصلش نصيب ان انتوا تستمروا مع بعض واتطلقتم، طب في انت بتقولي نصب وسرق وضحك عليا وكذا وكذا وكسر قلبي وكل ده، كسرة القلب ما انا عندي بالنسبة لك انت، انا عارفة وحاسة ان هي اكتر من الفلوس، بدليل انت كنت مثلا لو بتدي فلوس او بتدي لاولاده او لمراته او جوزت له بنت اخته او الكلام ده كله كان من جوه قلبك وكنت راضية. بس اللي كسر قلبك اكتر واكتر حتة ان هو انفصل عنك، ولحد دلوقتي انت بتقولي انا تعبانة نفسيا وبمر بكذا، والفيديوهات الاخيرة بتدل على الكلام اللي انا بقوله ده. طب ما نقول بقى ان هو ابتلاء وربنا حب يختبرك. انا حب ربنا يختبرني، خد مني ولادي، خد مني 3 ولاد. ورغم كده الحمد لله وصابرة. هي صعبة جدا ومش عادية وما اتمناش لأي مخلوق، لكن الحياة لازم وأشد تستمر. ان الواحدة تفقد حد من ولادها دي الحياة اصعب لازم اصعب تستمر. اصعب من اي حاجة. ما هو يعني الام والاب محبة ومعزة، الزوج محبة ومعزة، الابن والبنت ولادك بقى معزة تانية خالص. شوفوا قد ايه. الدعوة بتاعت أمي ليا لما كنت بسمعها بتقول إيه: يا ريت يومي قبل يومك يا ابني. كنت بسمعها من أمي كتير، ما كنتش فاهمها. قعدت سنين مش فاهمها لحد ما مات ابني، حسيت بالدعوة. إن أنا بالنسبة لي تعبت جدا 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 بموت ابني، احنا جالنا امراض، وجالي السكر جالنا امراض. يعني منه، انا من الزعل. مثلا يعني انا فقدت مثلا 2، محمد وحسام. حسام ده بعد ما اتولد 9 شهور كاملين واتولد وبتاع وتوفى. ومحمد ابني كان عنده 17 سنة، وكان عندي برضو يعني في كمان 2 اتنين كمان. قبل كده كمان. طب اتفضلوا يا جماعة، ورغم كده احنا عايشين. انا بقى بتكلم عايزة ادي نصيحة لنقة لهناء. لا، دي معنى اعتبري الكلمة اللي أنا بكملها، أكمل كلامي. كمل. يا ريت يومي قبل يومك يا ابني، لأن أنا لو مت أمي هتحزن عليا جامد جدا جدا جدا. خلاص مفيش حاجة لأن طعمها بعد ده كده، مفيش طعم الحياة بعد كده. النبت اللي هي عملته، اللي رممته لحد ما بقى راجل. أما لو هي ماتت هرجع من التراب أقول لهم حضروا الغدا وبتاع وخلاص وانتهت. ليه؟ ما هي أدت رسالتها. أما العيل لسه شاب لسه ما شاب، معاش يعني بدل ما حياته. تجيب له بدلة الفرح تجيب له الكفن. لا احنا مش عايزين نقلبها نكد كده، مش عايزين نقلبها نكد. انا مش قصدي كده يا جماعة، لكن عشان الحياة مش لازم عايزة اعكنن تستمر. على الناس. احنا بنتكلم، الحياة لازم انا تستمر. بتكلم لا مش عايزين نقلبها نكد، لان يعني ما بحبش اظهر الحالة اللي هي بتبقى جوانا احنا الحقيقية بقى. فيا جماعة احنا بنتكلم ان مدام بردو او مدام هناء بنتكلم بنقولك اعتبري ان انفصالك من جوزك ده ما هياش نهاية الحياة. اعتبريه يا ستي ان بكل الحاجات اللي انت قلتيها وحقيقية، مثلا انت بتقولي ان سرقك ونهبك وكسر قلب كل، اعتبريه اختبار من عند ربنا. بالنسبة لي أنا كل اللي أنت بتقولي ده هفترض إن أنت صادقة. اعتبريه ان هو اختبار من لكن ربنا. اختبار من ربنا، ورقة امتحان وربنا بعتها لك وفيها سؤال ما عرفتيش تجاوبيه اتجهي للي بعده، ما عرفتيش تجاوبيه للي بعده. لكن الحياة ما بتقفش عند حد. معنى ان انت تفضلي كل شوية تجيب تتكلمي السيرة وتجيبي السيرة وترجعي تاني وترجعي الموضوع. القديم، ومشاهداتك فعلا انا ملاحظة ان المشاهدات نزلت جدا عندك،
الناس الناس بتطفش. ابتدت تمل لان مش حاجه هي صعبه بالنسبه لك طبعا، ومفيش حد يحس بالحاجه اللي هو حصلت له هو يعني، لكن ما تهمش ما يحسش الناس، بالنار اللي كابشها بيقولوا زي ما ما بيقولوا يعني. تهمش الناس. انما ما تهمش الناس، فالناس سمعوا مره اتنين تلاته اربعه خلاص. زهقوا ابتدوا يمشوا من قناتك. انت انا اللي بتتاذي لما انت لما انت مش قادره يعني قلت لك ان هو اختبار من ربنا وربنا اختبرك، انت كده فشلت في الاختبار ربنا اداهولك. لان مش صح؟ راضيه، لان انت مش راضيه، دليل ان انت بتعيدي مش وتقولي راضيه بقضاء الله. ده حساب اختبار، اختبار ربنا. وانت كده بتفشلي نفسك فيه. طب ما تدوري على حاجات كتير قوي ربنا انت ادالك، ونعم كتير قوي ربنا اداها لك. انت باصه لنعمه الفقد ان انت فقدتي جوزك. طيب، ما ربنا مديكي نعم تانية. ها، مديكي صحه بتمشي وتروحي وتيجي. والصحه دي كنز. وتاكلي وتشربي. يعني انا مش هقدر اقول لك زي انا يوم في البيت ويوم في المستشفى. ها، ومع ذلك عندي امل. مع ذلك بخرج وانزل السوق واجيب حاجات البيت، وبعامل نفسي كأني طبيعي جدا. حتى احيانا السكر يضرب يعلى، ماشي، الضغط اول امبارح يتنيل تاني ينزل. تاني يا جماعه، مش انا قلت لكم كان ها، تعبان؟ والله العظيم ثلاثه، انا ممكن اجيب لكم اول امبارح. صح، اول ايوه، امبارح اول صح. امبارح. السكر وصل ل 460، لقيته برضو داخ، وقلت له لا، قست له الضغط وقست له السكر تاني، لقيت السكر 460. والضغط نازل. ماشي، اديته الانسولين وده وده وده. واحده يعني انت تحمدي ربنا ان ربنا مديكي نعم كتير جدا. نعم ان انت معاكي ولادك، ان معاكي بنتينك متجوزين سعداء في حياتهم، ربنا يسعدهم يا رب ويعوض عليهم ان شاء مش الله. حاسه بالنعم دي. عندك نعمة النظر، نعمة السمع، نعمة العقل. بصي للبني ادم اللي ربنا مثلا اصابه مثلا ان هو معاق ذهنيا. لان اه كترة الكلام ده. ده ما اه عندوش عقل خالص. ده بصوا بقى، يعني اللي فقد عقله ده خالص يا جماعة، ده بيبقى الله يكون في عونه. احنا عندنا نعم سمع وبصر بس واحساس وصحة وكل ربنا، وبتعرفي حاجة تخرجي وتاكلي وتشربي وتمشي. وتمشي. انا كان عندي ابن خالتي انا، والله العظيم يا جماعة كان 2 من ولاد خالتي، فضلوا يجوا لحد سن معين. ها وبعد كده يفضلوا ينزلوا، صحتهم تنزل تنزل عندهم تنزل ضمور اعصاب. لحد لا كان بيشتغل وبيروح وبيجوا وبيسافروا بعد وبيشتغل كده وده قاعد. وكل حاجة، اه ويجي وقت معين وما عندهم ستات وعندهم أولاد، وتلاقوهم جسمهم ابتدى العضلات بتاعتهم ما يقدرش تضعف. يتحركوا، يناموا في السرير، بعد كده يعملوهم كأنهم عيال صغير، ببهات. كأنهم بيبيهات، يغيروا لهم، يلبسوهم بامبرز، يأكلوهم بإيدهم. آخر حاجة خالص ما بيقدروش يبلعوا، ما بيقدروش يبلعوا اللقمة، بيجوا يبلعوها بيشرقوا، وهي دي كانت السبب في الموت. ف ف اقول لك احمدي ربنا. لو جوزك، لو انت اتطلقتي، هي مش نهاية الحياة. ها ممكن تعيشي. انا عايشة بقول لك بعد هتعيشي. ولادي، اهو عايشة وانا بعد عشت بعد ولادي. ابني. حسن مريض، ورغم ان هو مريض يوم في المستشفى ويوم في البيت، يوم في المستشفى ويوم في البيت، طول الاسبوع بالمنظر ده. مع ذلك البسمة ها ما بتفارقنيش. ويضحك ونقعد نهزر ليه؟ ونضحك، لان يجي من بره اقول له يلا يا حسن انا تعالى، وانا اجي من الشغل اقول له تعالى يا حسن، تعالى انا نعمل ما ايه؟ انا نعمل ما كوبايتين انا شاي، ما اعترضش. نعمل كوبايتين شاي انا وهو، ده نقعد ناكل، نفتح تلفزيون نتفرج عليكم، نتفرج على اي ده حد، قضاء نتفرج على ربنا. فيلم، مش هنموت. اه ده قضاء ربنا. اما يجي وقت ان احنا هنموت هنموت، انما مش هنفضل بقى ده عمل فيا، ده سوى فيا، ده سرقني، ده غشني. عقلك هيذهب، عقلك ما هيروح، ينفعش، هتضيع عقلك انت. عقلك هيضيع. نصيحة مني، وطبعا احبائك اللي بيتفرجوا علينا يعني خد اللي خده مش وعمل بيوصلوا لك اللي حاجة زي عمله كده. خلاص. احنا وهو يوم القيامة مع بعض. بس انا ليا حاجة عنده. ها، هيقف على القنطرة يوم القيامة كده. القنطرة دي على فكرة جسر بين الجنة وبين النار.
يبقى شايف النار وشايف الجنة. دي بيتعرض لها الإنسان بعد الحساب، بعد ما تحاسب خلاص بيقف على الجسر ده. ليه؟ القنطرة دي مخصوصة بمظالم العباد. مظالم العباد مش مسموح له، ولا يخش الجنة هيروح الجنة ولا هيروح النار إلا لما كل إنسان يقتص منه. يعني أنا ظلمت 10 يقفوا ياخدوا حقهم مني. بسكوتك بقى. بسكوتك اه. هتاخدي حقك. وفعلا لو هو ظلمك. احنا ما كناش عايشين معاكم، صح؟ انت بتقولي كلام، هو بيقول كلام. أيوه. احنا مش عايشين معاكم. انت لو انت متأكدة وواثقة من كلامك، خلاص قفلي بقى. تكلميش. انا سلمت امري لك يا رب. بس كده. ربنا هو اللي هيقتص لو ظلمني. أقول حسبي الله ونعم الوكيل. مثلا احنا بنقول مثلا يا جماعة، لان هي كل يوم طالعة بتتكلم عن نفس ذنوب. الموضوع. بتركبي ذنوب، بتأذي نفسك، امتحان وربنا بعتهولك وبتفشلي فيه. وبتتكلم انا عملت له كذا وعملت له كذا وعملت له كذا. يا ستي اللي عملتيه سلمي، قولي عملته وطلع من نيتي ذلك لله. بس. خلاص ربنا هيجازيكي بخير مثلا، صح ولا لا؟ انما تفضلي تقولي وتعيدي وتجيبي وتودي، انت كده مخك هيضرب. لان انت كل فتره فعلا تلاقي تعدي مثلا موضوع وتقعدي تعملي مثلا روتينات، تعملي فيديوهات، ترجعي تروحي تيجي تاني. تقومي راجعه تاني. دليل الموضوع في دماغك، ترجعي تقولي ده انا حلمت بيه مرتين، حلمت بيه. لا، ده حقيقه، ده واقع، انت فعلا بتفكري فيه، انت فعلا بتحبيه، انت فعلا مش قادره تنسيه. لا خلاص بقى، خلاص. لانه بص، حتى هبص لها من ناحيه الكرامه، يعني ابصها من ناحيه كرامتي. هو اللي بيطلع يرد عليا ومتجوز وما بيعبرنيش خالص، ماشي في طريقه. وانت بتتكلمي وما يردش عليكي. انت بتكلمي نفسك، انت زي البني ادم اللي بيتكلم نفسه بالظبط، زي اللي واقف كده بيبص في المرايه قاعد يكلم نفسه. لا، ابص لكرامتي. انا برضو كرامتي عندي غاليه، مش كل ما هو بقى كل شويه اقعد اجيب يا سلام يا فرحته هو بقى. في نفس الوقت ده هو يا فرحته. ده في واحده فيها دايبه فيها دوب. في نفس الوقت سيدنا يعقوب قال ايه؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله. يعني اي شكوى دلوقتي عندي لو انا هشكيها لك يا ام ابراهيم ده ضعف مني. ايوه. ليه؟ لان انت هتعملي لي ايه؟ قلت لك انا تعبان. هقول لك ايه؟ ربنا يشفيك. هتساعديني بايه؟ ولا حاجه. طيب انا لما اقول لربنا انا تعبان ربنا يصرف عني. أيوة. يعني همي مين اللي يفرجه؟ ربنا. حزني مين اللي يضيعه؟ ربنا. ايماني بالله هيخليني ولا احس بالهم ولا احس بالحزن يا مدام، ولا احس بالفقد. يعني لو مات لي ميت، الميت ده بيقول ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى ترك الدنيا دي وراح للجنة. ابقى استناه في الجنة هناك، انتظره في الجنة لما انا اموت. يعني ما احزنش عليه، ده راح في الدار الباقية، احنا هنا في دار فانية. يعني ابويا مات ماشي، امي ماتت ماشي، طب الاتنين دول انا فقدتهم، لكن لا، انا هشوفهم ان شاء الله، هشوفهم في الجنة. قسما بالله، قسما بالله اللي بصبر نفسي بيه ان انا اقول كل اللي بحبهم هنشوفهم. هشوف ابني في الجنة. كل اللي بقول اللي ابني وولادي وكل اللي راحوا، انا بصبر نفسي ان انا اشوفهم يوم من الايام. اعتبرتهم ان هم مسافرين خلاص، ما وهيجي في يوم اروح لهم وهنتقابل وهنشوفهم بس اعمل عمل اللي يقربني لله لربنا عشان اتقابل معاهم، لان الناس دي كانت صالحه وكانت كويسه. ولادي دول عندي ابن طير في الجنه، عندي ابن محمد عنده 17 سنه، شاب ما شافش حاجه في الدنيا، كمان شهيد كان جاي من دراسته. يعني كل ولادي صغيرين فانا اعمل حاجه حلوه في الدنيا علشان يستنونا على باب الجنه كده، ياخدوا بايدينا. اتحرمت منكم في الدنيا هلاقيكم في الاخره. هلاقيكم في الاخره. انت كمان
لما تلاقي نفسك ان انت بتضعفي، وجوزي وعمل لا، وسوي، قول ده يا شيطان، رب. ده من الشيطان. قول يا رب. الشيطان شيطانك متسلط ما عليكي. تدخليش الشيطان. اه، هو اللي مخليكي. لا، غيري تفكيرك خالص، شيليه من دماغك خالص. هو دلوقتي عايش حياته، قولي هو عايش حياته، عايش سعيد. طب انا خلاص، ليه؟ عيش انت ليه حياتك. انا معكننه على نفسي؟ وليه معكننه على عيشي متابعين؟ حياتك. وليه بوظت قنواتي؟ انت انت لو خدت نفسك ورحت اتغديت عند بنتك، ولا جبت بنتك تتغدى عندك، اه يوم يوم ويوم وقتك اتسلى. يوم عند بنتك ده، يوم يوم عند عند بنتك بنتك دي. التانية يوم ناخد بعضنا انا وولادي في يوم كده ونطلع في رحلة. الفوكند في الاجازه. نطلع لا، رحلة. نطلع نروح مطعم، آه، اعمل فلوجات، احاول انسي عندك نفسي. 50 حاجة تعوضك. اخد بعضي واروح لاخواتي مصر. انت ما عندكيش ارتباطات زينا مثلا. انا واحده مرتبطه بابني هنا، بجوزي، بشغلي، انت ما عندكيش ارتباطات. ممكن تقدري تسافري مصر، تروحي تقعدي مع اخوكي شويه، تزوري اختك دي، تزوري اختك دي، تصلحي علاقتك باخواتك. وتقضي رمضان في الحسين. تروحي الدقي، تفتحي شقه اسمها شقه الدقي، وتعالوا يا اخواتي، انتوا اخواتي وانتوا حبايبي، ما تعملوا فيش بيننا وبين القرشاوة. بعض، نصلح العلاقه، نخلي العلاقه طيبه. محدش ضامن ما حدش وهنعيش ضامن. قد ايه. إمم، تاخدوا بعضكم كده، تعملي أكل كده، تعملي وجبات كده في رمضان، تروحي رمضان وتعملي وجبات وتطلعيها للجوامع، تفطري الصايمين، اعملي حاجات حلوة. حاجات قدامك كتيرة ان انت تعمليها. إنما أنا قاعدة اللي أقوله أعيده، وجبت اكتئاب للناس، والناس اتضايقت مني، وقنواتي بتقع، علشان إيه؟ علشان أنا بانصحِك نصيحة، ماشي؟ لو كلامِك فعلًا على رضا يا ستي، أنتِ اللي مقتنعة، كلنا مش مقتنعين، أو مثلًا هنصدّقِك، أنتِ مصدّقة إن أنتِ عملتِ خير، والخير ده اتقابل بالشر، الشر ربنا خلاص، يعوضك عنه ربنا خير. هيعوضِك عنه خير. إحنا ربنا هو اللي يعلم، مش لو أنا ولا ليكي حسن ولا لو حد. ليكي حق هتاخديه يوم من الايام. هتاخديه تالت ومتلت. خلاص كده وانتهى الموضوع بقى. بس ما تتكلميش فيه. حديثِك فيه، يعني مثلًا أهو، مثلًا أنا كل شوية أجيب سيرة ابني، الله يرحمك يا ابني، يا ابني خلاص كنت زمانك بقيت وقفت الحياة. عريس، يا ابني كنت زمانك دلوقتي في اتجوزت، يا ابني. ما أنا شايفة أصحابه، ولا ابني اللي في سنه واللي أصغر متجوزوا وخلفوا مثلًا، فأنا هافضل بقى كل شوية ده ابني كان زمانه، ده ابني. أنا هاموت من جوايا. ما ينفعش. هاموت من جوايا. ساعات أنا باضعف أوي يا جماعة، مش أنا بني آدمة برضه. معلش يعني بس. أنا امبارح بسيطة، بس امبارح والله العظيم، يعني ضعفت، يعني قعدت أركّز أوي، ووحشني، وكده، وبعدين وعينيا دمعت، وبعدين رجعت وقُلت استغفر الله العظيم يا رب، ده الشيطان هو اللي اللي بيعمل فيّا كده، علشان أنتم عارفين الشيطان لمّا بيلعب بدماغ البني آدم، وباحاول أطلّع نفسي بسرعة، باحاول بقى أقعد أقول يا رب، أنا طول ما أنا ماشية في الطريق والله العظيم يا جماعة، الصبح من أول ما أطلع من البيت، طبعًا أنا باقوم الصبح أنا وحسن، نتوضّى، نصلّي ركعتين لله، لإن طبعًا بيبقى الفجر لسه قدّامه ساعة، ساعة وشوية، وبعد كده نقعد نقرا قرآن، بعد كده نفطر، نشرب شوية شاي، وبعد كده بعد ما أقرا قرآن باخد بعضي باخرج، طول ما أنا ماشية بقى أذكار، أدعي لولادي، وأدعي لولاد الناس، على وأدعي فكرة للي مش محجبين يتحجبوا، على والبس، فكرة وأدعي لولاد إخواتي، والنسوان على فكرة يا إخواتي. أم إبراهيم، إمم. لو دخلت الحمام وأحدثتِ، ها، تمام، واتوضّأتِ، بعد ما تتوضّي إن شاء الله صلّي ركعتين تصلّي لله. ركعتين لله. لإن ده لإن من توضّأ، من ها، أحدث. من أحدث فتوضّأ، ها، ولم يصلّي ركعتين فقد جفاني، جفا الله سبحانه وتعالى. فيعني كل دخول الحمام ووضوء وبتاع لازم يتبعه ركعتين لله، ها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع نعل سيدنا بلال في الجنة، ها، قام بيقول له يا بلال أنا سمعت صوت نعلك في الجنة، أنت بتعمل إيه؟ قال له ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين لله، ها. فيعني دي حاجة بنقولها لكل إنسان يتوضأ،
قبل ما تصلي الفرض صلي ركعتين لله، وخلي نفسك دايما متوضي، ودايما ادعي لنفسك دايما والناس اللي متوضي، سامعينا. وادعي للناس، لا، الناس اللي سامعينا مش تدعي وهي علينا، النصيحة لهناء ولأصحابها. ادعي لهم. انا لا، يدعوا لنفسهم. ايوه وربنا انا وادعي. بدعي لنفسي يا جماعه ان اكون تفكيري في ولادي وفي الدنيا وفي شغلي وفي الفلوس وفي كل حاجه تكون اخر حاجه افكر فيها. اخر هم انا ليا. انا بقول له يا رب، انا مش عايزه غير طاعتك. احنا موجودين في الدنيا ليه؟ عشان نطيع عشان ربنا. نطيع. ربنا خلقنا للعباده. الحمد لله. ربنا خلقنا الحمد للعباده. لله. بنشتغل وبنعمل اللي ورانا وكل الحمد شيء. لله. بس بقول ربنا والله العظيم يا جماعه دايما ادعي لولادي ان ربنا يجعلهم من الطائعين، اللي ربنا يملأ قلبهم بحبه. بدعي ان ربنا يخلي الدنيا ده أبقى اخر همي. مش عايزه اصل انا عملت فلوس، جبت فيلا، جبت عربيات من احدث عربيات، في الاخر جبت طيارات. هعمل ايه بقى في الاخر؟ في الاخر لما هتيجي معايا هنزل، هتفيدني في عملي؟ هتعمل يعني هتكون لما سبب في هنزل عملي؟ هتسبب. لما هنزل القبر هبقى اخد معايا 1000 جنيه ولا 2000. هو الكفن الكفن هيحطوني فيه وعملك خلاص. وابنك اللي صالح هيبقى اللي يدعي معايا ليه. عملي. لان اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث. ايه هم الثلاث حاجات؟ صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. بالنسبة للصدقة الجارية لابد ان انت تعملها وانت عايش من فلوسك كده، ويجيب كولدير حطه في الشارع الناس تشرب منه، يبقى نبك ثواب. جيب مصاحف حطها في الجامع. جيب مصاحف حطها في الجامع، انا الناس تقرا منها. صاحبتي ادتني المصحف اللي اديتهولي، بحب اقرا فيه جدا. بنقرا فيه كبير هو كده، بحب اقرا فيه جامد. أيوة. جدا والله. من كتر ما احنا بنقرا فيه اتقطع، عايزه اظبطه. اقسم بالله كل ما افتكر ان صاحبتي مدياني الكتاب ده ورحمه على روح امها، هتاخد ثواب. ادعي لها بالرحمه، وهي كمان بتاخد ثواب. يعني احنا ممكن ناخد ثواب بحاجات بسيطه خالص نعملها. اما بالنسبه للعلم اللي ينتفع به، ان انت تكون راجل عالم وتارك كتب وراك وتارك حاجات تفيد الناس. اما بالنسبه للولد الصالح يدعو له، ان انت ربيت ابنك من حلال، فاصبح راجل صالح، يفضل يدعي لك، وكل ما يدعي لك هتتكتب ثوابه ليك. انما ولا ناخد فلل ولا ناخد عربيات ولا ناخد طيارات ولا حاجه، كله بيتساب. شوفي لي ولا كلام. شوفي لي اغنى واحد في العالم لما يموت هياخد ايه معاه؟ مش هياخد غير عمله بس. انما نفضل نقعد نوجع بقى قلبنا ونوجع دماغنا ونفضل نحزن نفسنا. ليه يا ناس؟ ليه يا ماني ليه؟ ده هارون الرشيد، ومعروف من هو هارون الرشيد. نزل القبر بتاعه، وكان باني القبر، فنزل فيه وهو صاحي. أم بيقول ايه؟ يا من لا يذول ملكه ارحم من زال ملكه. يا من لا يذول ملكه ارحم من زال ملكه. يعني كل واحد فينا اقول لكم ايه، يجرب اللي كده وهو في التراب، ينزل برجليه وهو صاحي القبر ويقفلوا عليه 5 دقايق. مين؟ لا بص، انا مثلا والله العظيم 3 لو عمل العملية دي هيطلع من بعدها يقول للناس سامحوني قسما انا ماليش بالله حاجة. لما بدخل الأوضة مثلا بالليل وهي والدنيا ضلمة، ضلمة، قسما بالله بفتكر القبر. اقول يا لهوي يا لهوي. طب دي أوضة وكبيرة، ده القبر بيبقى متر في مترين وإيه الرعب ده؟ الواحد دايما بيفكر نفسه كده. يحاول يطوع نفسه. علشان كل ما تفكر في نفسك في حاجات زي كده تخاف ان انت تعمل معصية، تخاف ان انت تخاف من تأذي حد، الخطأ، تخاف ان انت تسب حد، تخاف ان انت تجيب سيرة حد، تزعل حد. احنا لما بنقول يا جماعة نصيحة،
احنا مش هدفنا وان احنا نطلع، ولا احنا بنتكلم زي الناس بقى مش الغرض ونقعد دي لا قالت لا لا لا. وننتقدها. لا، احنا بنقول الفيديو ده دردشه كده يعني علشان دلوقتي المفروض يا مدام هناء، ها، بوجه لك الكلام، ان انت لما تيجي الشيطان يجي يهيئ لك الكلام ده كله تقوليه، قولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. قوليها 40 مره تتكتب من الذاكرين. ها، لكن السير اللي انت بتجيبيها دي بتتكتب من المضلين الضالين، وكمان بتهيني نفسك والله. يعني كل ما حد يسمع وبتقللي انت من نفسك. بتحبيه، انت مش قادره انت تنسيه، بتقللي طب ما نفسك هو من اتجوز وسابك. او من اولادك. ما جيبش سيرته. ليه ولادك يعني؟ نفسهم قالوا اقفلي القناه. يعني ولادك مفيش نفسهم قالوا داعي. اقفلي القنوات. انت لسه انت اللي قايله امبارح في الفيديو بلسانك ان ولادك لما شافوا صور انتوا صوره او طليقه، مش راضيين. العيال مش راضيين. خليكي انت، يعني انت الام المفروض انت اللي يعني تكوني انت اللي تكوني اعقل. اعقل منهم. فبص لكرامتك، بص لدماغك اللي هتشت، بص لحياتك. عيشي يعني لو عيشي استمريتي قربي من ربنا اكتر. على الوضع ده لمدة 3 شهور انبئك لا، هي بقى لها كام سنه؟ هي بقى لها 3 شهور 4 شهور. مكانك هيوصل مستشفى المجانين، لا يا حبيبي، ما هي بقى لها كام سنه، ما وصلتش ولا حاجه. بس ساعات قسم بتضرب. رضا. واعملي محتوى. طب انا اقول لك حاجه، مش انت خريجه فنون جميله ولا طب ما تعملي محتوى رسم. اعملي محتوى رسم لو بتعرفي ترسمي بقى. ولو لو انت عندك اكيد بتعرفي ترسمي، اكيد بتعرفي تعملي نحت، اكيد ما تعملي محتوى زي كده. انا واحده من الناس بحب اتفرج قوي على اللي بيرسموا. بس والله شيل العظيم الميتين اللي 3. تحت. يا دنيا انا رجعت. شيل الميتين اللي تحت. ارمي الفازات اللي في البيت فيها تراب الميتين ده. والتماثيل والصور، والتماثيل. الحاجات دي كلها بتخلي البيت استعيذي مفيهوش بالله ملايكه. وشيلي الحاجات دي كلها. مش حاجه انت حره، انا مش، انت حره طبعا. بس احنا بنقولك على الحاجات اللي ممكن تكون اذاكي نفسيا. ان مفيش في شياطين في البيت، مفيش ملايكه. وجود الملايكه يخلي البيت في اطمئنان، طيب. في اطمئنينه كده، في راحه نفسيه، راحه جسمانيه، كل حاجه تلاقيها حلوه. انما لما يكون اعوذ بالله، يعني الصور وجود الصور في البيت، ما الملايكه ما تخش. وجود التماثيل، وجود الكلب زي ما انا قلت لك حطيه في الكبان. انت سمعتي الكلام وجبت بطانيه وحطيتها له، دي من الرحمه، حاجه كويسه. يعني في حاجات كده احنا بنقول لك عليها، والله احنا ولا بنكرهك ولا في اي حاجه بيننا وبينك. احنا والله العظيم بنصحك زي هيكرهك ليه؟ انا مش فاهمه. طلعت يعني امبارح عملت فيلم طويل، فيديو على طويل عريض علشان مدام ميرفت. وانا عندي الحاسه السادسه، وبحس بالسالك وبحس مش بالسالك، وبحس بالكويس وبحسش بحس بالكويس والوحش. يعني في ناس بتنتقدهم مع الشراشيح، بس رغم كده انا بحبهم. بحس ان جواهم ممكن مجبرين بس عشان محتاجين، فبيطلعوا مع الشراشيح عشان كده، انما من جواهم طيب. طب كذا. طيب، ما اعملي محتوى حلو، خلي قناتك تترفع تاني، خليكي تعيشي مطمئنة نفسيا، خلي ولادك يبقوا فرحانين بيكي، خلي ولادك يجوا عندك. دوري غيري البيت بتاعك ده، ارمي القرف اللي فيه ده كله وجيبي حاجات بسيطة. بلاش الكتر، الحاجة زيادة عن اللزوم دي بطل الانتنخانة دي اولا بتبقى صعبة في التنظيف، بتبقى دواليبك مليانه مكتظه بالملابس، هتعملي بيها ايه كلها؟ مطبخك مكتظ بالاجهزه، الصاله مكتظه بالانتريهات. طب ما انا اعمل حاجات سيمبل، حاجات بسيطه، حاجات حتى اما اجي انضف يبقى هتبقى سهل جدا. سهلة. ماشي. ما ليه الكركبه دي كلها؟ انت تعبه نفسك فعلا، وانت اللي اذيه نفسك. مفيش حد اذيك والله، انت اللي اذيه نفسك بدماغك. بس كده. وده الفيديو بتاع وده النهارده. الفيديو بتاع النهارده اللي الواحد بيقوله عشان اكل رنجه بقى، وربنا يستر على حسن. الحياة ما بتقفش على حد. ايوه. المرة دي طبعا هناكل رنجة ان شاء الله، ربنا يستر بقى. ممكن الفيديو رخم شويه ووجعنا قلبكم في الكلام شويه، الى اللقاء. بس احنا الى اللقاء بنحاول. بعد النجاة من رنجة. حسن بقى ياكل رنجه وربنا يسهل. اقسم بالله انا جايبه الرنجه، يعني يا اولاد انا نفسي فيها يعني. هو كل ما مش عايزه اجيب حاجات عشان خاطره. المره اللي فاتت ما عملت التورته وكلتها، واللي جالي يعني خلاص يعني واللي جاله.
ربنا يستر. يا رب عماله يا قبلها رب. اقول له ايه، حسن خد الانسولين، حسن بعد العلاج تاخد بعد الاكل تاخد علاج الضغط، عماله ربنا تحذيرات. يسهل ان شاء الله نبقى شفتي كويسين. قد ايه الصحه كنز؟ لو انت سليمه هتاكلي هتاكلي فسيخ فسيخ، مش هتاكلي رنجة رنجة، بس. هتاكلي اللي انت عايزاه، مفيش حاجة، مش هتعملي حساب لحاجة اصلا ولا ليه. لا الحمد لله ربنا خلاص مديني بقى الصحة. نقوم انما واحد زي ده شوف عمالين ايه، بنعمل بال- بلان بنلصمه. عشان ياكل ونعدها على خير. يلا شوف اشوفكم بخير يا يلا، حبايبي، وكده والسلام اقول لكم عليكم ايه، ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله إلى وبركاته. اللقاء بعد أكل الرنجة. ربنا يستر.